مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلمات رياضية. في هذه الحلقة غادي نسافروا لمدينة القنيطرة. اليوم عندنا الشرف نستضيفوا نجم لامع في رياضة العدو، البطل العالمي عبد الله الزين. عبد الله هو صاحب الميدالية الذهبية ومحطم الرقم القياسي في الألعاب الأولمبية بأثينا. قصة حياته كتحكي الشغف، الإصرار والتحدي. بفضل عشقه للرياضة ومثابرته في التدريب، تمكن عبد الله الزين أنه يوصل إلى قمة العطاء ديالو. حقق إنجاز تاريخي كبير سيخلد في ذاكرة الرياضة المغربية. في هذه الحلقة غادي يشاركنا عبد الله رحلته الملهمة من البدايات المتواضعة إلى لحظات التتويج والإنجاز. أهلا بكم في عدد جديد من كلمات رياضية مع البطل عبد الله الزين. كلمات رياضية بودكاست ديال المغربية ديال الألعاب والرياضة من إنتاج لبنزونت بويما. السلام عليكم اسي عبد الله. لاباس عليك؟ بارك الله فيك. اليوم احنا عارضين عليك هنا باش تجي تشارك معنا التجربه ديالك في الهاندي سبور. كيفاش بديتي كدير الرياضه؟ لا اخفي عليك انني كنت نتمنى انني نكون لاعب كره القدم، وتا واحد فينا ما كنتي يتمنى او لا كنتي يتسنى ان واحد النهار غيسبق شخص ذات اعاقه. تنتمي لواحد الحي اللي هو كله ابطال ديال المخزن بالمدينه القنيطره، اللي عطى المنتخب الوطني مجموعه ديال اللاعبين. دونك حنا كنا ولاد الحي وكبر معنا هذا الحلم. ما بين عشيه وضحى اصبحت شخص حامل الاعاقه، ولكن داك الطموح ديالي وديك الرغبه ديالي اللي كانت تراودني منذ الصغر ديالي ما بغيتش نتخلى عليه. خصني نتادابط مع اعاقتي، نولفها وتولفني وتعاهدني ما تخلاش عليها وما نتخلاش عليها، ولكن نبقى غادي في هذا النباط هذا نمارس الرياضه. كان الفضل كيرجع لواحد الاخ وصديق عرفني على رياضة أشخاص ذات إعاقة في أواخر ديال الثمانينات. بدأ المسار ديالي والطموح ديالي نكون بطل المغرب قبل كل شيء. من الأول. بيان سير. دوك درت بطل المغرب عدة سنوات. الرغبة ديالي غادي تتزاد، الطموح ديالي غادي تيكبر، الأطماع ديالي الصعود إلى منصة ديال التتويج خارج أرض الوطن، تمثيل الوطن المغرب أحسن تمثيل. هذا الحلم هذا بقى تراودني الى انني شاركت في البطوله العربيه والشرق الاوسطيه، حققت فيها 3 ميداليات ذهبيه. زادت الاطماع ديالي، بقيت نشوف بطوله العالم، لقيت راسي نقدر نمشي نكون من ضمن 3 الأوائل او لما نكونش من ضمن 3 الأوائل في اول تجربه خارج ارض الوطن، فهي مفيده. كسبت بها مجموعه ديال الحويجات، نافست عمالقه ديال هذا النوع ديال الاشخاص ذات اعاقه، ولا سيما على الكراسي المتحركه، لأن لا يخفي على الجميع أن الكرسي المتحرك خاص بألعاب القوى ديال الجري يعني يفوق 20 مليون ديال السنتيم. كنعرفوا الوضع الاجتماعي اللي كيمر منه الشخص وذات إعاقة، ما يمكنش ليه أنه يكون عنده ذاك الكرسي. كيفاش جوستومون والفضل كيرجع تتجاوز هذا الفضل كيرجع لسيدنا الله ينصرو، لأن الاستقبال ديالو والتحفيز ديالو والعطف ديالو هو اللي خلاني نحصل على ذاك الكرسي. هي بري بدات الانطلاقه من تم. البطوله ديال البحر الابيض المتوسط ما جابش الله، البطوله ديال البحر الابيض المتوسط ما جاتش الله. كانت مجموعه ديال التجارب متراكمه. واحد النهار قيست عمري ما بينه وما بين الالعاب الاولمبيه. المحطه اللي جايه هي التين. خديت العهد على نفسي، حطيت الهدف قدامي، بغيت نبدا من التحت، ما بغيتش نبدا من الفوق، بغيت نطلع في الدروج دقه دقه. محطة ديال الألعاب الأولمبية كتلعب 4 سنين 4 سنين 4 سنين كتزاد من عمرك، 4 سنين الصحة ديالك كترجع للور، ما ضامنش عمرك. إذا دونك نتوكل على الله، غندير مجهود. الهدف راه هو قدامي، حطيت السيناريوهات كاملة قدامي، الإخفاق، الانتصار. كنتمي لواحد الدولة اللي كتآمن بالتحدي. تحديت الكرونو، تحديت الصعاب، تحديت الغياب البنية التحتية. مشيت الألعاب الأولمبية، ميدالية ذهبية، رقم قياسي ب 800 متر. في ديك اللحظة تمنيت أنني لو بغات تجي الموت غير تجي دابا. هادر الدقيقة 58 69. قلتي بديتي في الثمانينات، شحال كان عندك من عام؟ 22 23 عام. داكا. وانت كنتي عاد تصابيتي قلتي بلا إعاقة؟ الإعاقة تصابيت بها منذ الصغر. ولد 7 سنين و5 شهور، نهار 3 مع 8 الصباح ما قدرش نوقف. 2 خطرات وانا تنوقف وتنجلس. في ديك الصغر ديالي تاكدت بان غيجي واحد النهار ما غنقدرش نوقف، والحمد لله ما قدرش نوقف. الحمد لله ما قدرتش. الحمد لله ما قدرش نوقف، لان هذا كرم من عند الله سبحانه وتعالى.
هذيك الوقيته انت قلتي لي بانك من الاول كنتي كتقول بغيت نكون بطل، بغيت نربح، ولكن بغيت نكون لاعب كرة القدم. لاعب كرة القدم، ولكن هذاك الشيء ما كانش ممكن. ما يمكنش. وعمرك قلتي بانك راه تقدر توصل لهذاك الهدف اللي تكون الهوايه ديالك هي الحرفه ديالك. هو اي انسان على وجه الكرة الأرضية ما يمكنش ما يكونش عنده واحد الهدف، سواء في الدراسة، سواء في الأعمال، سواء في الرياضة. حنا لقينا راسنا التنفس ديالنا الوحيد هو أننا نكونوا حنا أبطال رياضيين. علاش؟ بغينا نقدموا هذا الوطن الحبيب أحسن هدية اللي هو يتعزف النشيد الوطني في أكبر محافل دولية. ما يمكنش لك أنك على طريق الصدفة توصل لذاك الهدف، امبوسيبل. لأن ديما مول المعاناة، مول الإخفاقات، الصبر، الطموح، الرغبة في الوصول، العزيمة اللي هي أهم، ممكن أنك توصل للهدف المنشود. غتلقي مجموعة ديال العراقيل، ولكن كل ما كيكون إخفاق كل ما كيكون طموحك أكثر أنك تتغلب على الإخفاق وتستافد من الأخطاء اللي تصادفتيها خلال ذاك الملتقى أو ذيك البطولة. كاينين المشاكل، كاين بزاف العواقب. واش ممكن لك جوستومون انت تهضر لنا على هذه المشاكل اللي يمكن تلاقيتيهم رياضي في وضعية إعاقة؟ هو واحد القضية أستاذة ما يمكنش أن توصل بدون معراقيل. جميع الرياضات بدون استثناء، ماشي على الرياضة أشخاص ذات إعاقة، ولكن عند الرياضيين في وضعية إعاقة عاوتاني أكثر. وشوفي هو أستاذة واحد القضية، ملي كتحدى الإعاقة ديالك تتحداها، ولكن المحيط ديالك وخي يحطهم شي. ملي كتحدى الإعاقة ديالك الصعب حاجة، الصعب مرحلة اللي يمكن الإنسان يدوز بها هي قلة الصحة. ممكن نعطي للناس المال، نعطيه كل شيء، ونقول له يعطيني صحتك، ما غيستمتعش بداك الشيء اللي عنده. ولكن انت باش بديتي، المشكل الاول اللي قلتي ليه هو اول حاجه هو الكرسي المتحرك غالي. ما كاين حتى المشكل ديال الولوجيات. حاليا اليوم في 2024 كاين مشاكل ديال الولوجيات، ولكن في الثمانينات راه ما كانوش الولوجيات. دونك كيفاش انت مازال كنتي كتريني؟ هو التحدي في حد ذاته، تحديتي الإعاقة، تحديتي التطوار، سمعتي؟ يعني التطوار كنعرفوا شحال من سنتيمتر بعيد على الأرض. تحديتي وسائل النقل اللي اوبليجي انك ضروري خصك تطلع الطاكسي، تطلع الطوبيس، هادشي كامل ما كانش. ولكن ما يمكنش لك انك داكشي اللي ما متوفرش ليه تستالي انك ما دير والو في الحياه ديالك. واش ساهل كرياضي في وضعية إعاقة، واش ساهل باش تقدر تمارس الرياضة ديالك؟ هادشي اللي باغي حنا نعرفو. والله العظيم هذا السؤال اللي كتسولي انا والله ما صادفته في حياتي. واخا كان العراقيل، اقسم بالله واخا كان العراقيل ما كانوا لا ولوجيات لا والو، ولكن كنت نقول انا كنديباني راسي براسي. دونك كيفاش كنتي كديباني؟ يعني كاين شي امور اللي هي غتلقي فيها المشاكل، ولكن راه ما يمكنش انك تلقي شي مشكل في شي بلاصه وانك تقول صافي نمشي نعزل راسي نجلس في حالي في الدار. ما كاين لا ولوجيات، ما كاين لا شي. متفقه معك بيان سور. ما يمكنش ليك، لان هذاك الشيء اللي كاين عندك واللي متوفر لك مثلا في مدينتك راه غتادبط معاه، وغيصعب عليك اليوم غدا، اليوم غدا، اليوم غدا يولي يجي ساهل. ملي جات بعض الولوجيات انا بعض الخطرات تنسى وما كنمشيش في الولوجيات، صافي ولفت. ولكن المقارنه دابا الشخص ذات اعاقه ديال دابا مع السنين اللي كان دابا، راه شتا ما بيننا وما بين السنوات اللي مضات. بغيتك تهضر جوستمون على ليفولوسيون ديال الهاندي سبور. واش كاين شي تحسن؟ كاين تحسن كبير دابا حتى في المنح اللي كتعطى دابا الرياضيه للاشخاص ذات اعاقه، ماشي هي المنح اللي تعطاتنا حنا ملي تزوجنا. دابا حتى لي كونسونطراسيون اللي كيستافدوا منه العدائين والعداءات ماشي هو لي كونسونطراسيون اللي كنا كنمارسوا. دابا لي ميتينغ دابا اللي كيمشيو ليهم كنا حنا كنمولوا بعض لي ميتينغ، وكاين بعض الاخوه اللي باقي كتمثل لي كتمول لي ميتينغ ديالها الخاص من مالها الخاص. المهم كاين تحسن على اللي كاين مشكل، ماشي ما كاينش مشكل، حقاش حنا رياضتنا ما كيتيقوش فيها لي سبونسور. دابا عندي واحد الزميل صاحبي كيتواجد معكم في كازا، كنحيي من هذا المنبر هذا اللي سي واسف رضوان، كيمول راسو براسو. لي سبونسور حنا رياضه اشخاص ذات اعاقه علاش نظرك؟ ما انا براسي ما لقيتش لي اجوبه. انا براسي مع العلم ان رياضه اشخاص ذات اعاقه عندها متتبعين ديالها وعندها جمهور ديالها اللي كيشجعها، والناس اللي كتجي تتفرج فينا كتعاود تجي مره جوج ثلاثه، لان رياضتنا كلها تشويق وكلها اثاره. كاين ابطال اللي عطاو الشيء الكثير في هذا النوع ديال الرياضه. كنتاسف انا الصديق والاخ سي واسف رضوان اللي هو بطل من الابطال اللي كيقوم بواحد المجهود جبار، ونتمنى ان هاد لي سبونسور يثيقوا فيه ويثيقوا في النوع ديال الرياضه اللي كيمارس. ما يمكنش لك انك تعشق
هذا النوع ديال الرياضه وما تكونش عندك واحد الكرسي متحرك متساوي مع الابطال العالميين. انا الرساله ديالي انا عطيتها لك، هذه امانه عطيتها لك. انا صراحه كنت معاه هنا في كازا وكنت واجد معاه في كازا ندور على شركه بشركه. وانت مثلا ليلك انت ما عمرك ما درتي شركه على شركه باش وبمقارنه شوفي الى قارنتي قنيطره مع كازا وواحد الوقيته وبمقارنه مع دابا شله نحلم انا وياك شويه نحلموا يلا نديروا بين قوسين ونحلموا. نحلموا حنا خمسه الشركات ولا سته. جوج شركات شروا لي كادر، وجوج شركات شروا لي جوج رويد، وجوج شركات شروا لي عرويده واحده صغيره. ما تقامش على اي شركه بواحد الثمن اللي هو فائق باش انه يحصلوا على كرسي متحرك الاخ والبطل سي وصيف رضوان. ولكن دابا اليوم جينا نهضروا عليك. انا ساليت كما كنقولوا اللي عطى الله عطاه بالزوينه بكل شيء. لا المهم ساليت هي تبقى فيا الحال. خسر رضوان كرسي صراحه. شحال الوقت هادي باش حبستي؟ وحبست في 2006 ندير التأطير للدراري. كنت انا واخ رضوان تكلمنا بواحد الفئه عمريه خاصه بالكراسي بالدومين ديالنا. مشكوره الجامعه من هذا المنبر اللي دارت فينا الثقه وسلمت الدراري الاشخاص ذات اعاقه كراسي متحركه، وعلمناهم شويه داك الشيء اللي كسبنا في تجربتنا واللي تكوننا فيه. الحمد لله راه كاين واحد جوج ابطال اللي دابا باقيين صغار ان شاء الله، راه غادي كيشقوا طريقهم ان شاء الله ويكون خير خلف لخير سلام. راه جوستومون ملي تيجي عندك شي ولد ولا شي بنت في ذات اعاقه وباغي يدير الرياضه، شنو هما النصائح اللي كتقول لهم كتعطيهم؟ اول نصيحه خص داك الشخص اللي باغي يدير الرياضه، اول خصم اللي عنده شرس اللي خصو يتحداه هي اعاقته. الا تغلب على الاعاقه ديالو واعتبرها عاديه ما يمكنش انك تلقي معاه المشاكل بتاتا. ويكون انه باغي يدير الرياضه، تيبغي الرياضه، ما باغيش غير يتعاند انه باغي ندير الرياضه بحال هذا. لا، خص يكون عنده هدف. نصيحه اللي نقدم للناس العائلات اللي عندهم اشخاص ذات اعاقه ما يعاملوهمش كاشخاص ذات اعاقه وسط الاسره ديالهم، يعاملوهم عاديين. شنو هو الدور ديال العائله ديالك؟ ورا العائله هي كل شيء. عانوا معايا انا شخصيا شيء كثير. ان نهار الطبيب قال لي راه ما يقدرش يوقف، قلت لي حيد رجلي وعطيهم ليا. ما عمرت ننسى، الله يرحمه الله والسالي من جوج. يا ما خلصوا لاصال، يا ما شروا بنوات وشامبريرات، بزاف ديال الحوايج. يا ما كتجي انت ما كتلقي الدوش موجود، الماكله موجوده، يا ما بزاف. قبيله قلتي بان الاصدقاء ديالك وقفوا معك بزاف. صاحبك صديق كتختاروا بمعرفتك، كتختاروا بحكم ان المواصفات اللي انت باغيها في ذاك الصديق كتلقيها فيه. انسان يخاف الله وكيقدر كلمه الصداقه بمعنى الكلمه. حنايا ضروري خصنا مرافق ديالنا، يعني ما يمكنش بزاف ديال الحوايج انت ديرهم بوحدك، ما يمكنش ليك. يعني كما قلت لك سيتو الاعاقه الثقيله بحال اللي عندي انا، يعني كنديبلاصا بكرسي متحرك، راه ما يمكنش انك تطلع مثلا على السياره وانك انت اللي غتسطالي الكروسه في الطوموبيل. يد الله مع الجماعه. الصديق راه بحال العينين كيرمشوا بجوج، كيغمضوا بجوج، كيدمعوا بجوج. واخا دابا ما غيتفاهموش معايا بزاف ديال الناس الصداقه فقدناها في هذا العصر هذا، ولكن هذا كلام. قول لي كيفاش الرياضه بدلات حياتك؟ منت لي المستقبل ديالي. انا كنهضر معاك دابا انا متزوج وعندي 4 ديال الوليدات، بارك الله. 2 ولاد و2 بنات، ولادي معايا في الدار. واش في نظرك الرياضه ساهمت في تحسين الاندماج ديال الاشخاص ذوات اعاقه؟ الرياضه راه ماشي ساهمت، حركنا واحد مجموعه ديال المراحل بواسطه الرياضه. يعني ملي كتصعد المنصه ديال التتويج راه كاين نشيد وطني واحد، شعارنا الله الوطن الملك. وهذاك شكون اللي خلاك تصعد المنصه هذيك التتويج وتعزف النشيد الوطني؟ بواسطه الرياضه. شكون اللي كيخليك تقرب من المسؤولين؟ الرياضه. كتكون احسن سفير لدولتك اخلاقيا ورياضيا، لانك كنمثلوا الوطن. قلتي سفراء ديال الوطن، ولكن واش نقدروا نقولوا بانك نتوما سفراء كتسلطوا الضوء على الهاندي سبور، على الاشخاص ذوات اعاقه بصفه عامه، ودونك نتوما كتساهموا في لا فيزيبيليتي ديال الرياضيين والاشخاص ذوات اعاقه. اكيد، لان ملي كتحرك بمجموعه ديال المراحل في المسار ديالك الرياضي وكتساليها وكدير دورات، تتحضر لدورات تكوينيه خاصه في الدومين ديالك،
الا كيبقى عندك واحد الامانه على العاتق ديالك انها توصلها للاجيال اللي جايه وتسهل عليهم المأموريه، لان الغايه من هذا الشيء ما كتبغيش ذاك المعاناه اللي لقيتيه، ما كتبغيش ذاك الرياضي اللي جاي يعيش ولا يمارس في نفس المعاناه اللي مارستي فيها انت. حنا المعلومه ما كناش نلقاوها، كنا كنستعملوا لي فاليد. دابا الحمد لله الامور هذا في تحسن، كنعطيهم التجربه ديالنا والمعاناه اللي عانينا كنخليوها عندنا، كنعطيهم التصور حول الرياضه بصفه عامه واهميه الرياضه وتاثيرها على الصحه. ما يمكنش ان تمارس الرياضه وتخرج بوالو، ماشي ماديا، صحيا. شكرا سي عبد الله، ميرسي بوكو. سلامة لاله. سلامة.